السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء ندير وان شاء الله مكملين في تطبيق المشروع البسيط اللي احنا قلنا هنطبق عليه. والمرة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات احنا اضفنا خطوط في الموقع، والنهارده ان شاء الله هنتعلم سوا ازاي نضيف ايكونز في موقعنا. والايكونز احنا بنحتاجها جدا لو عايزين نعمل منو بار، لو عايزين نحط اي ايكون في موقعنا. ان شاء الله في الفيديو ده هتتعلم ازاي تحط ايكونز جميلة في موقعك بكل سهولة وباسهل طريقة ممكنة. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة اقول لك ان السلسله دي مترابطه، يعني انت لازم تتابع كل فيديو من الاول، ما ينفعش تتابع فيديو قبل التاني بدون ترتيب. علشان كده انا عامله لك بلاي ليست على القناه باسم تطبيق خطوه بخطوه، والفيديوز مترتبه ان شاء الله عليها. فتابعني على اليوتيوب علشان يوصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعلشان نحط ايكونز في موقعنا بندخل على مكتبه اسمها فونت اوسم، بس لازم تبقى CDN علشان انت بتاخد اللينك اللي هيربط بين المكتبه وبين الموقع بتاعك. احنا ممكن ناخد اللينك ال HTML، بس انا بشوف ان الطريقه دي ان انا اخد ال URL كوبي اسهل بكتير. فاحنا هنضيفها في الاندكس. هنعمل ايه؟ هنروح على ال HTML بتاعنا وعايزين نضيف المكتبه اللي احنا خدنا ال URL بتاعها، هنحطها هنا، نحطها فوق التايتل هنا، وهنعمل لينك زي ما كنا بنعمل الستايل علشان نربطه بال HTML، وهنعمل بيست. وكده احنا اضفنا المكتبه بتاعتنا بكل سهوله. ويلا بينا بقى نحط ايكون في موقعنا علشان نتأكد ان المكتبة شغالة معانا. هنروح للفونت اوسم المكتبة الأساسية، بس هنحذف ال CDN. احنا خلاص خدنا ال URL، فهندخل على المكتبة الأساسية بتاعتنا علشان نختار الايكون اللي هنحطها في الموقع بتاعنا. ودي مكتبة الفونت اوسم اللي احنا هناخد الايكون بتاعتنا منها. لو عارف اسم الايكون بتاعتك انت بتبحث في السيرش عن اي ايكون انت عاوزها، وممكن تدخل على الايكونز وتيجي كل الايكونز كلها قدامك. ولكن انا خلينا نبحث في السيرش كده عن اي ايكون نحطها في الموقع كتجريب يعني. فخلينا نكتب مثلا منو. المنو بار انت بتحتاجها على فكرة في الموقع بتاعك. فخلينا اول ما كتبنا المنو طلع لنا المنو بارز كلها. في البرو ده بيبقى مدفوع، اما الايكون اللي مش مكتوب عليها كلمة برو فبتكون مجانية. وهنا دي الايكون اللي احنا هنختارها دي مجانية، فبناخد اللينك بتاعها كده كوبي. وفي منها اشكال، فخلينا نحطها هنا بيست كده في الموقع بتاعنا. وكده هي اتطبقت عندنا بكل سهولة في الموقع بتاعنا. وبنفس الطريقة كده احنا بنضيف اي ايكون احنا عاوزين نضيفها في الموقع اللي احنا بنشتغل عليه. خلينا نحط الايكون بتاعتنا في ديف كده. خلينا ندي للديف ده كلاس. الكلاس لما بنديه لاي element احنا علشان نستدعيه في ال CSS علشان نطبق عليه الستايل اللي احنا عاوزينه. وهنا احنا هندي له كلاس ايكون. وهنا كده احنا اتطبقت معانا الايكون بتاعتنا. الكلاس بس اللي احنا حطيناه ده حطيناه علشان نقدر نتحكم بعد كده فيها ونغير لها الستايل بتاعها لو عايزين. ولكن هي اتطبقت بكل سهولة عندنا في الموقع اهي. عملت زوم علشان بس تشوف ان هي المكتبة شغالة تمام. ومفيش اي مشكلة ان شاء الله هتقابلك لو اتبعت الخطوات اللي انا بقولك عليها دي، وهي بتنزل بكل سهولة والايكون بتطبق بكل سهولة، مفيش اي مشكلة. وبعد ما اضفنا الايكون خلينا نيجي نعمل لها ستايل حلو كده. لو عجبك الفيديو متنساش لايك شير سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. طبعا علشان نغير الستايل بتاع الايكون احنا بنستدعيه عن طريق الكلاس اللي احنا اعطيناه للديف ده. فاحنا بنعمل الدوت، علامة الدوت، بعدها بنكتب الاسم اللي احنا عطيناه للكلاس ده، وبعدين بنفتح الكيرلي براكتس. واحنا مثلا عايزين نغير الحجم بتاع الايكون فبندي فونت سايز عشان يغير لنا الحجم. خلينا نخليه 40 بكسل علشان تبقى واضحة قدامك. والحمد لله كده الستايل بيتطبق عليها ومفيش اي مشكلة. وخليني بس اجيبها قدامك كده علشان تشوف الستايل هو بيتطبق عليها دايركت. اتمنى يكون شرحي سهل بالنسبه لكم. خلينا نكمل كده. احنا طبقنا الستايل بيتطبق تمام عليها. خلينا نديها كلر برضو، اي كلر عادي. احنا بنجرب بس ان الستايل بيتطبق بدون اي مشاكل. خلينا نحط اي كلر، نختار اي لون كده. والحمد لله برضو الستايل اتطبق مفيش اي مشكله. طب يا اسماء، انا لو حابب ان انا مثلا احط ايكون لموقع من مواقع التواصل الاجتماعي، هل هلاقي هنا؟ ايوه هتلاقي هنا. خلينا نبحث كده عن مثلا تويتر اكس. اول ما بتكتب تويتر بيجيلك طبعا ده تويتر القديم. خلينا برضو هنا موجود. خلينا نختار الاكس مثلا، اهو دي الايكون بتاعت الاكس تويتر. فاحنا بنطبقها عادي بقى في موقعنا. خلينا نحطها هنا. انا ليه طولت شوية؟ علشان عايزة اوضح لك حاجة هنا مهمة خالص بالنسبة للكلاس. وبرضو يعني هنعمل سبوت لايت عليها قدام شوية كمان.
كده اتطبقت وخدت نفس الستايل بتاع الايكون اللي احنا عملناه. طيب هي خدت نفس الستايل ليه؟ لاننا عاملين ديف وليه كلاس، وهي خدت نفس الكلاس لاننا حطيناها جوه نفس الديف. ولكن لو احنا فكرنا ان احنا نطلعها بره الديف اللي احنا عاطين له كلاس ومطبقين الستايل عليه، فمش هيتطبق عليها اي ستايل. ليه؟ لان هي مش واخده نفس الكلاس. لو جربنا ان احنا نرجعها تاني للديف هنلاقيها واخده نفس الستايل. هي كده بره الديف اللي واخد كلاس، فهي دلوقتي مش مطبقه عليها اي كلاس خالص. ولكن احنا لو كتبنا الكلاس جواها وعطيناها نفس الكلاس كده، نفس الكلاس مش كلاس مختلف، هيتطبق عليها نفس الستايل اللي احنا عملناه للايكون التانية. وكده احنا فهمنا فكرة مهمة جدا، انه الكلاس لو انت عندك كلاس واحد ممكن تطبقه على اكتر من element. يا رب تكون الفكرة وصلت. بس وكده انا بفضل الله اكون قدرت ان انا اغطي لك المكتبة كلها. وهنا في ايكونز كتير تفقدها انت بقى براحتك، واختار الايكون المناسبة للموقع بتاعك. وعايزة اقول لك ان المحتوى بتاعي مجاني بالكامل، وحرفيا مش ببخل عليك باي معلومة علشان تلاقي حد بيساعدك في طريقك. لان انا ما لقيتش حد يساعدني في بداية طريقي، وكل اللي انا بقوله لك ده هو عبارة عن خبرة لا اكثر ولا اقل، تعلم ذاتي. فاتمنى من الله انك تاخد الموضوع بجدية وتتعلم بجدية علشان توصل، وعلشان ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا ان شاء الله. اتمنى اكون افدتك ولو بحاجة بسيطة. ما تنساش لايك شير سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.